أهلا بكم يا سنة رابعة ابتدائي. هنشرح الدرس الرابع من الوحدة الأولى، وهو آخر درس في الوحدة الأولى. نظام الحكم في بلدنا. أول حاجة، نظام الحكم في بلدنا في مصر قديما، إن مصر من أقدم الدول اللي وضعت نظام للحكم من أيام أجدادنا الفراعنة زمان، زي حيث أسس المصريون القدماء دول قوية لها نظام حكم ثابت حقق القوة والرخاء للبلد كلها ولمصر، وساعد على بناء الحضارة المصرية القديمة كما تراها على الجدران في المعابد والآثار المصرية القديمة. نتكلم عن عناصر نظام الحكم قديما. كان بتنقسم إلى 4 أقسام: هو الملك اللي حاكم البلاد، والوزير اللي هو رئيس الوزراء حاليا، وكبار الموظفين اللي هو الوزراء حاليا، وحاكم الإقليم اللي هو المحافظ كرتبة المحافظ حاليا. الملك اللي هو حاكم البلاد كان على رأس نظام الحكم في مصر، ومن مهامه اللي هي إدارة شؤون البلاد وعقد المعاهدات وإصدار القوانين. ده الحاكم أو الملك اللي هو أو الرئيس. 2، الوزير اللي هو رئيس الوزراء حاليا، كان بيعمل ايه؟ يعاون الملك في إدارة شؤون البلاد. 3، اللي هو كبار الموظفين اللي هم الوزراء يعني حاليا، يمثلون رؤساء الإدارات وكانوا يعاونون ايه؟ الوزير. زي حاليا الوزراء الحاليين: وزير الصحة، وزير التموين، وزير الزراعة، وزير التربية والتعليم، وزير يعني الوزراء عموما. أما حاكم الإقليم اللي هو بيعتبر المحافظ حاليا، زي دلوقتي المحافظ، كان زمان حاكم الإقليم اسمه، لكن دلوقتي اسمه السيد المحافظ. انقسمت مصر إلى 42 إقليما، وكان يعين الملك حاكما لكل إقليم. يعني الملك كان بيعين حاكم لكل إقليم زي كأنه زي المحافظ حاليا. ومن مهامه الاهتمام بشؤون الإقليم والمحافظة على أمنه والإشراف على تنفيذ المشروعات فيه. دي يبقى نظام الحكم الحالي في مصر يشبه الحكم قديما. ده الحكم قديما في مصر حاليا، اللي هو تتم إدارة الدولة المصرية من خلال هيئات مختلفة تتعاون مع بعضها. 3 اسمها السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. السلطة التنفيذية اللي هي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية والمحافظون، دي السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فهي مجلس النواب اللي بيشرع يعني وبيدي القوانين، ومجلس الشيوخ. أما السلطة القضائية فهي تتمثل في المحاكم المتنوعة في الدولة. السلطة التنفيذية اللي هي رئيس الجمهورية رقم 1، رئيس الجمهورية اللي هو السلطة التنفيذية، وبيتولى الرئاسي عن طريق التصويت والتكليف يعني له في الانتخابات عامة. ومن مهامه أن يكون مسؤول عن أمن الوطن، دي أول واحد. 2، رعاية مصالح الشعب. 3، يمثل مصر محليا ودوليا، وزي ما في الصورة قدامكم اهو، اللي هي حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المسؤول عن أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب، ويمثل مصر حاليا ودوليا. الحكومة المصرية وبتتمثل في رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، السيد رئيس الوزراء. والوزراء طبعا نحن عارفين ان وزير التموين، وزير الصحة، وزير الزراعة، وزير الصناعة، زي ما نحن اتكلمنا. مهام الحكومة: تتعاون الحكومة مع رئيس الجمهورية في إدارة شؤون الدولة. 2، الاشتراك مع رئيس الجمهورية
في وضع الخطة العامة للدولة والإشراف على تنفيذه. ولازم كل سنة بتتعمل الخطة والموازنة والحاجات دي، فبيقوموا بيها هم مع بعض بالاشتراك، زي إعداد الموازنة العامة للدولة، إصدار القرارات وفقا للقانون. أما المحافظ فبيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، ويعاونه مين؟ المجلس المحلي في إدارة إيه؟ شؤون المحافظة. ومن مهام المحافظ إيه؟ إدارة شؤون المحافظة وحفظ الأمن والنظام فيه، ويشرف على تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ومتابعة جودة المرافق والخدمات العامة زي التعليم، زي الصحة والبنية التحتية والكهرباء والمي وغير ذلك. والمجلس المحلي ايه؟ بيكون منتخب من ابناء ايه؟ المحافظة. السلطة التشريعية وهي تتمثل في 2: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب مهمته سن او وضع او عمل القوانين في الدولة. بيتكون من 596 عضوا يمثلون فئات المجتمع المصري كله، ويتم اختيار الأعضاء. 95% من النواب بيتم انتخابهم زي ما بنشوف، و5% من النواب بيختارهم رئيس الجمهورية. تعمل السلطة التنفيذية وفقا لقوانين ملزمة يضعها مجلس النواب. يعني مجلس النواب بيوافق على قانون فبيلزم الحكومة تنفذه. مجلس الشيوخ، يبقى كده عرفنا مجلس النواب. كده مجلس الشيوخ أهميته إيه؟ يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح، مشروعات القوانين، الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور. دول الثلاثة اللي مجلس الشيوخ بيؤخذ رأيه فيهم. أما السلطة القضائية، طبعا السلطة القضائية عارفينها اللي هي المحاكم. القضائية هي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة. طب أهميتها إيه وبما تفسر؟ إنها تصدر الأحكام في ضوء القانون ليسود العدل. يعني بتحكم بين الناس بالقانون اللي هو محطوط في التشريعات. يشعر كل مواطن بالامتنان لما تفعله الحكومة لصالح مصر، ويأمل أن يساعد صوته الانتخابي يوما ما في تكوين مستقبل مصر. بيشعر المواطن بالامتنان لما الحكومة بتعمل حاجة لصالح البلد، بتعمل مشروعات مثلا بتفرحني، بتنشئ مثلا طرق زي تركيب الغاز والصرف الصحي والمشاريع العملاقة دي اللي شغالة في البلد دي. بيشعر المواطن بالامتنان للحكومة علشان خاطر بتعمل المشروعات الكبيرة دي، زي إنشاء الكباري. كده شرحنا الدرس الرابع، نظام الحكم في بلدنا، وهو آخر درس في الوحدة الأولى. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتشجعونا عشان نتشجع ونعمل فيديوهات أكثر علشان يوصلكم كل جديد من شرح وحل للأسئلة. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية.